شوف انا لو ادوني فلوس كده اشتري دبابيس من بره او اجنحه من بره مستحيل، انا مستحيل اجيب ابدا ولا اوراق ولا دبابيس ولا كبد وقوط. انا لازم اعمل الطريقه دي. كل اول 700 جنيه يعملوا معاكي 14 وجبه، يعني هتاكلي يوم ويوم فراخ، يوم ارداحي ويوم فراخ، وهتحلفي ان مفيش حد دلعك الدلع اللي انا دلعتهولك. يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بينا نقول بسم الله. في الاول كده انا جايبه النهارده 7 فرخات ب 1400 جنيه، شلت 2 سلام كده هنعملهم للشوي، اما ال5 هنقطعهم مع بعض ونعملهم وجبات. يبقى احنا كده معانا وجبتين في الفريزر اللي هم السلام، وال5 دول هنقطعهم ونعمل منهم برضو هم كمان 12 او 13 وجبه، حاجه زي كده هنشوف دلوقتي. في الاول بناخد كل فرخه وبنبدا نفصل الاوراق عن الصدور بالشكل ده كده وبكل سهوله، وبعدين بناخد الاوراق نطلع منهم الدبابيس لوحدها والفخاد لوحدها. تمام كده، حلو قوي زي الفل. تعالوا بقى نشوف الصدور هنعمل فيها ايه. هناخدها طبعا هنشيل الجلد كله اللي من بره ده، وبعدين هنبدا نفصل العضمايه اللي ورا دي اللي هي بتاعه العمود الفقري، واوعي ترميها. لو مش بتاكلوها زي حالاتي انا باكلها بصراحه، بس لو مش بتاكلوها اقول لكم تعملوا بيها ايه. هنجيب بقى هنا كده الاجنحه، نبدا نفصل الاجنحه تماما، وطبعا الاجنحه بتتاكل يعني وبتتعمل بقى في صواني وحركات، اوعوا تكونوا من الناس اللي بتوع مدينتي. هنشيل برضو الأجنحة لوحدها، وفي الآخر هيفضل معانا الصدر سليم كده. هنركن كل الصدور على جنب، يعني هنفصص كل فرخة بالشكل ده، وفي الآخر هيتبقى معانا كمية الصدور كلها لوحدها بالشكل اللي شايفينه ده. هنا كده عملت الدبابيس لوحدها والأفخاد برضو لوحدها والأجنحة لوحدها. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه ونقسمهم ازاي ونعمل ايه في الصدور. بصوا ما شاء الله طلعت معايا 10 دبابيس. ال10 دبابيس دول ممكن تقسميهم على وجبتين. انا عيله من يعني اب وام وطفلين صغيرين، فبالنسبه لي لو يوم عملت مكرونه محمره وعملت جنبها ال5 دبابيس دول متشوحين، ده كده 100 فل و10، علشان ما يتفضلش حاجه عندي لتاني يوم. اللي بيفضل عندي والله تاني يوم ده بيترمي على طول. هناخد بقى صدور الفراخ وهنبدا كده بسن السكينه، وسكينه تكون حاميه، نبدا نفصل كده الصدر من العظم بطريقه بسيطه وسهله جدا ومش متعب خالص. بصوا بالطريقه السهله دي طلعت كده الصدور. هعمل كل الكميه بنفس الطريقه، والعظميه دي اوعي برضو ترميها، والله العظيم انا بحب اكلها جدا، يعني بعملها ببصل كده مع الاجنحه وباكلها بتكون سكر. لكن الناس بقى اللي ما بتحبش تاكلها او مش بتحب الحاجات الحرشه دي، تقدري تحتفظي بيهم في الفريزر. لو هتعملي اي او اكله وانتي ما عندكيش فراخ او لحمه، تقدري تطلعيها وتسلقيها عشان تعملي منها شوربه حلوه جدا ودسمه وطعمها مسكر. هنا كده خدت بقى الصدور، بدأت أشيل الموز اللي هي بتكون في الظهر دي من ورا، ديت بستخدمها في الستريبس اللي هي قدامكم في الطبق الإزاز دي. أما بقى الصدور التانية ببدأ أقطعها كده بانيه. بصوا بقى الموضوع سهل إزاي، سهل وبسيط جدا وسريع ومش بياخد وقت ولا مجهود خالص. الموضوع سهل جدا جدا، بالذات لو مش هتتبلي كده زي ما انا عملت. لو حابين اعمل لكم فيديو منفصل للتتبيلات اعمل لكم، مفيش مشكله. حبايب قلبي بقى اللي اشتكوا لي كتير على الخاص وبيقولوا لي ان ساعات بيحذفوا فيديوهات او صور ومش بيعرفوا يرجعوها تاني، انا جايبه لكم النهارده تطبيق تقدري من خلاله ترجعي اي صور او اي فيديوهات محذوفه على التليفون بتاعك. هتلاقوني سايبه لكم اللينك بتاعه في اول تعليق، بتحمليه اول مره بس، وبعدين بيفضل عندك من غير ولا نت ولا اي حاجه خالص. النهارده اكتفيت ان انا اقطع لكم الفراخ ونقسمها ونفرزها بطريقه صحيه. اول ما تيجي تتغسل وتتنقع وتتعمل بالطريقه الحلوه وتتقسم وجبات، تطلعي الوجبه يعني ترمي معايا بقى، ما بنسيبه حته في الثلاجه. وفكره احنا اسره من 4 افراد، كل واحد هيجيب على حسب اسرته، يعني لو ازيد زودي، لو اقل قللي، وعلى حسب امكانياتك يا ستي. عملنا النهارده كل الوجبات اللي شايفينها دي بطريقه سهله وبسيطه ومن غير بقى ما تتحوجي للفرارجي. شوفي بقى لو هتجيبي كيلو بانيه لوحده، كيلو ستريبس لوحده، كيلو دبابيس لوحده، و2 كيلو وراك لوحده، و3 كيلو، عدي بقى. والله العظيم احنا خسرانين لو اشترينا كل حاجه متفصصه. يعني نجيب كده 5 فرخات محترمين، نجيب 4 فرخات، نجيب 3 فرخات على حسب مقدرتنا بقى. كل الاصناف دي حابين نعمل مع بعض التتبيلات كلها ان شاء الله مع بعض. تعالوا نغلف بقى ونقول الدعاء واحنا بنغلف مع بعض. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.